السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم من جديد في القناة ديالي. عارف غبرت عليكم شوية، لكن كنت كنوجد حاجة تستاهل الرجوع. اليوم رجعت لكم بقصة ديال واحد من اكثر الرابورات شهرة في المغرب العربي. قصة شاب بدا من الزنقة وبالاصرار والابداع وصل للعالمية. قصة ديدين كانون. الفلوكة كيدي مرات رايحة شقة في الموجات، دمعة في العين بكات، ضحكة راحت ما ولات شمعة. ليهم فاطمة العزيزة شحال حقرة، كاين اللي كاره مسكين، كاين اللي في قلبو جمرة يتألم وحدو وحزين. يا ربي خير نجينا كيما نجت سيدنا نوح، ياك هادي ماشي السفينة رايحين في بابور اللوح. واو كيفاش بدا، شنو عاش وفين وصل، قصة كلها دروس وحماس. خليك معايا. ديدين كانون الاسم ديالو خير الدين يوسف، تزاد نهار 2 يناير 1993 بحضاوحي عاصمة الجزائر. ومن هو صغير كان كيحماق على شي حاجة سميتها الموسيقى، خصوصا الراب، وكان كيسمع الراب العالمي عامة والفرنسي حتى هو. وكان ديما كيتخيل راسو فوق الميكرو وكيهضر بصوته وكيعبر على اللي كاين في القلب ديالو. ما كانش من عائلة غنية، ما كانش عنده الفلوس ولا الوسائل باش يسجل الراب، ولكن كان عنده حلم كبير. كان باغي يوصل بصوته وبكلماته وبقصص ديالو على المجتمع. في زمان المدرسة ما كانش كيهضر بزاف، لكن كان كيعبر في الكتابة. كان كيسجل في دفتر صغير يكتب على الشارع وعلى الظلم وعلى الطموح ديالو وعلى الغضب ديالو. وكان كيحاول يسجل بصوته ولو بتليفون بسيط او مايكرو خايب كيف كنقولوا. وفي 2012 بدا اول خطوة في الراب، حط اول اغاني في الفيسبوك واليوتيوب، وكانوا تسجيلات بسيطة من الدار. البداية كانت صعيبة بزاف كأي رابور، ما كان حتى حد كيعرفه، ولكن ما استسلمش، زاد كيتعلم ويطور من راسه وكيكتب نهار على نهار حتى وصل لعام 2015 دار اغنية سميتها خطيني ونعيش وحداني، سوف اجرب بريج وجماني انتيا غواك الفاني. يا سيد الشوش صاولي ما رحمتوش، قضية فيها اللوش بدات كل شيء. الكلمات الصادقة، صوته ولا قوي، والناس بدات كتسول شكون هذا الرابور. ومن تما بدات الشهرة كتقرب وكتقرب كشر وكشر. وفي 2018 خرج أغنية عايشة لافي، صورها في ظبي يعني في الإمارات، واللي ولات ضربة قوية وصلت الملايين ديال المشاهدات في الجزائر وفي الوطن العربي. لا عايشة لافي دايرة كافي يبرح بالصافي سوق وافي في العالم الراب الجزائري، ولكن ما بغاش يحبس. في 2020 خرج المقيود اللي ضربات مليون مشاهدة في أقل في قلبك ما صفيت نفسك بالشر اللي الناس كاملين باللي ديدين ماشي نجم ديال الصدفة، بل هو فنان واعي وعارف شنو كيدير. في 2023 كانت المفاجأة الكبيرة، خدم ديو مع الفنان المصري محمد رمضان، واللي كانت الأغنية باسم نصابة بإنتاج ستوك اليبوك كانوا ان شاء الله بصوت باع السوق والفوق قبروك في واد الموتى غرقوك في الظهر يضرب في ولا معروف في كل الدول العربية ماشي غير الجزائر. هادشي اللي خلى ديدين كانون أسس شركة موسيقية باسم ARXP كارتيل باش يعطي فرصة للرابورات الجداد ويصنع مجتمع موسيقي حر وجريء في نفس الوقت. ستايل ديدين سماه الراب الزنقاوي، يعني فيه الواقع، فيه الصراحة، فيه القصص ديالنا وديالو هو بالضبط. وحاليا القناة ديالو في يوتيوب فيها أكثر من 1.5 مليار مشاهدة وملايين ديال المتابعين. ولكن ديدين ما ناسيش البدايات، ما ناسيش راسو وهو كيسجل في الميكرو ديال التليفون، ما ناسيش الحلم الصغير اللي كبر معاه. ديدين كانون قصة الشاب بدا من الزنقة، من لا والو وصل للعالمية فقط بالإيمان وبالعزيمة والصدق. وهكذا كانت قصة ديدين كانون، قصة دراري ما تزادوش هما مليونير، ولكن صوبوا الطريق ديالهم بيديهم بالكلام بالصوت وبالعزيمة والإصرار. قصة ماشي غير رحلة فن، هي رسالة لكل شاب عنده حلم داخل قلبه وباغي يحققه. إلا عجبتك هاد القصة متنساش دير لايك وتشارك في القناة باش يوصلك ديما الجديد، وتكتب لي في كومنتير شكون هو الرابور اللي بغيتي في الحلقة الجاية. كان معكم زكريا النيرو، نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. تهلاو.